الفضل ابن يحيى البرمكي كان خارج للصيد، هو من رجالات الدولة العباسية ومعها العسكر ومعها الحاشية. الفضل شاف له رجال مقبل أعرابي، قال للحاشية اللي عنده لا حد يسولف معه، ترى الرجال قاصدني أنا اللي أسولف معه بس. قرب الأعرابي وشاف الخيام وشاف العسكر وشاف العالم، ظن إن هذا أمير المؤمنين، سلم وقال له اجلس. الفضل كان بالعراق، وسأل الأعرابي منين جيت؟ قال جيت من قضاعة، وقضاعة بعيدة عن العراق. قال له من قصدت؟ قال قصدت الذين اشتهر معروفهم في البلاد. قال له البرامكة خلق كثير من قصدت منهم؟ قال قصدت أطولهم باعا وأسمحهم كفا. قال من؟ قال الفضل بن يحيى، وهو الفضل. رد له الفضل عليه، هو يظن انه خليفة، قال له الفضل جليل القدر إذا جلس مجلس عام يحضر العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء. هل أنت عالم؟ قال له لا. قال له هل أنت عارف بأيام العرب وأشعارها؟ قال له لا. وقبلها قال له هل أنت أديب؟ قال له لا. قال معك كتاب شيء له؟ قال لا. قال له غرتك نفسك، شلون تبي تقابل الفضل وانت يعني هو رجل يعني جليل القدر؟ قال له يا أمير المؤمنين، لحد الحين يحسبه أمير المؤمنين، أنا ما معي إلا بيتين له، وأنا ما قصدته إلا الإحسانه وكرمه قال له اسمع، تقول البيتين إنهن حلوات أمرت به وخليته يجي، وإذا هن مهن حلوات بررتك بمال عطيتك فلوس وخليتك ترجع لديرتك. قال وتفعل يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. وقال البيتين. قال الأعرابي ألم ترى أن الجود من عهد آدم تحدر حتى صار يملكه الفضل؟ يعني الجود من عهد آدم إلى أن انتهى إلى الفضل. ولو أن أما قضها جوع طفلها ونادت على الفضل بن يحيى اغتدى الطفل. شوف البيتين. قال له الفضل طيب لو سمع على ابياتك هذه الفضل، يقول للأعرابي، وقال لك هذا اللي انت ماخذها من أفواه الناس ويعطيه كم بيت. قال لو سمعهن وقال ماخذها من أفواه الناس ويعطيه كم بيت. قال له لو قال لك مسروقان. وبعد حوار بينهم قال له اسمع، عطني شيء بكنيته، هو كنيته أبو العباس، عندك شيء بكنيته؟ قال له نعم. ألا يا أبا العباس يا واحد الورى ويا ملكا خد الملوك له نعل، إليك تسير الناس شرقا ومرغبا مغربا. ألا يا أبا العباس يا واحد الورى ويا ملكا خد الملوك له نعل، إليك تسير الناس شرقا ومغربا فرادا وأزواجا كأنهم نحل. قال له لو قال لك غير الاسم والكنية والقافية. قال له أقول به 4 أبيات ما قالهن قبلي إنس ولا جن وإن ما نفع به، أجمع قوائم ناقتي هذه وحطها بفم الفضل. زعل الأعرابي، هنا نكس راسه الفضل وحس انه ثقلها شوي. واسمع ال4 أبيات. قال لها الأعرابي ولائمة لامتك يا فضل في الندى، فقلت لها هل يقدح اللوم في البحر، أتنهين فضلا عن عطاياه في الورى. وردت في الغناء فمن ذا الذي ينهى السحاب عن القطر. وكمل الأبيات. هنا ضحك الفضل حتى سقط على الأرض وقال له أنا الفضل بن يحيى. تهول ذا، قال لها قلني يا أمير، لأن توه قايل أجمع قوائم ناقتي وحطها في فم الفضل. قال له أقلتك. قال له وما حاجتك؟ قال أبي 10,000 درهم. قال له لقد ازدريت بنا وبنفسك. أعطوه 100,000 درهم. هنا حسد أحد الحضور وقال للفضل، قال له يجيك رجل من العرب جايب شعر ما أدري مين جايبه وتعطيه 100,000. أقسمت عليك يا أمير، أقسم على الأمير إنه يحط عليه سهم وتشربه على الأعرابي وتقول للأعرابي أما ترد عنك السهم ببيت ولا أخذت مالي. هنا أنشد الأعرابي يسمعوا البيت. قال له لقوسك قوس الجود والوتر الندى وسهمك سهم العز فارمي به فقري. قال أعطوه 200,000. 100,000 له و100,000 يكفينا شر قوائم دابته. هنا بكى الأعرابي. قال له الفضل أو استقلال بالمال يعني أعطيناك قليل. قال له الأعرابي لا، ولكن أبكي على مثلك يأكله التراب. وتذكرت قول الشاعر لعمرك ما الرزية فقد مال ولا فرس يموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت لموته خلق كثير.